صباح الخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أحلى طبق كشري، أكلة بقى مصري 100%. هعملهولكوا بكل تفاصيلي وأسراري، بجد طريقتي دي مش بغيرها بقالي سنين، وبيطلع معاكي أحلى طبق كشري. كل اللي هيدوقه هيشكرك عليه. يلا نشوف هنحضره ازاي. هجيب كوباية حمص هنقعها ليلة كاملة، بعد كده هحطها في مية وملح وكمون واسلقها كويس لغاية ما تستوي تماما. هاخد كوباية مية سلق الحمص واركنها على جنب، وبعد كده هصفي الحمص. هقول لكم هنعمل بيها ايه. بعد كده الخطوة التانية هسلق برضو العدس الاسود بنفس طريقة سلق الحمص، مية بملح وكمون، وبعد كده هنصفيه. تالت مرحلة البصل المقرمش بقى اللي لونه جولد الجميل ده اللي بنجيبه بقى من بره، وعايزين نعرف سر القرمشة ايه. معلقتين نشا، نبدأ نفرك كده كويس البصل، وزيت غزير ساخن، ونحمر البصل كويس مع التقليب المستمر عشان ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هبتدي اصفيه على مناديل. بعد كده هبدأ في مرحلة سلق المكرونة، نص كيس مكرونة اسباجيتي مع نص كيس مكرونة مرمرية ومعلقة ملح، وبس كده. بتاخد 8 دقايق 9 دقايق بالكتير وبتبقى استوت. نبدأ نصفيها ونحط عليها شوية زيت من تحمير البصل. مرحلة تحضير الدقة، هجيب 4 فصوص توم واشوحهم، بعد كده احط كمون وكزبرة، وهنزل عليهم ب4 معالق خل ونشوحهم كويس جدا. هنلاقي الريحة ايه ما شاء الله. هنزل عليهم بكوباية مية سلق الحمص، ودي مهمة بتدي طعم جميل جدا، وكوباية مية وشوية شطة وملح، وبكده الدقة بقت جاهزة. هبدأ احضر بقى الصلصة. هجيب بصلاية مبشورة ناعم، اشوحها في شوية زيت برضو من بتاع البصل، وعليهم 10 فصوص توم مفرومين وشوية كزبرة و4 معالق خل. نبتدي بقى نشوح كل ده ببعضه. وهجيب 6 كوبايات عصير طماطم وهنزل بيهم، واحط بابريكا كمون ملح، واهم حاجة نحط ورقتين لوري، ودول بجد بيفرقوا جدا في الريحة. وده سر من اسرار المطاعم بتاعة الكشري اللي بنلاقي ريحة الصلصة جايبة لاخر الشارع. نسيبها تتسبك وتتقل وبكده جاهزة. ندخل بقى على مرحلة تحضير شطة الزيت. هجيب ربع كوباية زيت من بتاع البصل برضو، وعليهم 3 معالق كبار شطة مليانين، وهنشوحهم كده يا دوبك دقيقة، وبكده شطة الزيت جاهزة. هحضر الشعرية، هجيب نص كيس شعرية وهحمره برضو كويس كده لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل. وبعد كده هنزل عليه بكوبايتين ونص مية سخنة وملح، وبكده الشعرية جاهزة برضو. هنسيبها لغاية ما تتشرب تماما، وبعد كده نوطي عليها النار زي ما احنا شايفين مفلفلة ازاي وجميلة. اخر مرحلة خالص هبدأ احضر بقى الرز بتاع الكشري. هجيب بصلاية مبشورة ناعم وعليها شوية زيت من بتاع البصل، ونشوح البصلاية كويس يا دوبك ما تاخدش لون. هنزل عليهم بكوبايتين رز مصري مغسول ونص كوباية عدس اصفر وملح وكمون، ونشوح كويس عشان الرز يبقى مفلفل. واحط عليهم كوبايتين مية سخنة، واول ما الرز يبدأ يتشرب هوطي عليه النار واسيبه لغاية ما يستوي خالص. الرز مفلفل ازاي. بعد ما الدقة بردت هبدأ اعصر عليها نص ليمونة، وبكده برضو الدقة بقت تمام. يلا نركب مع بعض طبق الكشري. هبتدي احط الرز، بعد كده المكرونة، الشعرية بجد تحفة مفلفلة ازاي، وهنحط بقى العدس الاسود، الحمص. بجد كل اللي هيدوق منك طبق الكشري ده هيشكرك عليه قوي، لانه بجد بجد طعم. ونحط بقى في الاخر البصل المقرمش. يلا بقى ندوق. احلى مرحلة بقى دي ان احنا ندوق. نحط بقى الدقة كده والصلصة، بجد خطير. وشطة الزيت زي ما احنا شايفين فظيعة. بجد كل اللي هيدوق منك طبق الكشري ده هيتجنن بيه. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.